احنا اليوم ما عاد بدنا نعيش بسوريا، احنا بدنا نعيش كدول موجودة على أراضينا، أراضينا اللي من آلاف السنين، والتاريخ حتى من قبل ظهور الإسلام السنة نحن موجودين بهاي الأرض. وطبعا الحديث يطول، من هم العلويين ومن هم الدروز ومن هم الأكراد ومن هم يعني اللي أجوا بالفتوحات الإسلامية كانوا متأخرين عنا مئات السنين. احنا من صنعنا التاريخ والحضارة في سوريا، كل الطوائف، احنا المثقفين واحنا الأكاديميين واحنا اللي تعبنا واحنا اللي بنينا هاي الأرض وحاربنا عشانها 14 سنة. حاربنا هذا الإرهاب، احنا ما كنا نحارب عشان شخص ولا عشان نظام. أنا عرفت مين هو اللي جاي وبده يدخل على سوريا، ودول الإرهاب اللي راعيتهم قطر واللي راعيتهم السعودية وغرفة موك اللي كانت موجودة بالأردن وكانت تدرب وتبعت لحتى يقتلوا بالسوريين. كلنا تأذينا وكلنا انوجعنا وكلنا تعبنا. وانا مشيت لهون ومحمل آلاف الرسائل من دموع وعيون كأسود على الأرض، سواء بالسويدة سواء بالساحل أو بشرقي الفرات بإخوان الأكراد والأشوري. احنا لازم نتوحد بيناتنا. اول شي بالناقص انت وغيرك اذا عشتوا ولا ما عشتوا، ونحن ما منعيشكن معنا اصلا. يعني هيك خونة وحسالة وحقكم نص فرنك ما منعيش معكم، مع احترامك لنا طبعا. وبدك تقسيم وبدك دويلات وبدك هاد بيت ابوك لانه بيرك تقسم عبتون. نحن كافحنا النظام. مين كافح؟ انتو كافحتوا النظام 14 سنة، واحد ما مات من عنكن يا خونة. عم تستعينوا بإسرائيل مشان تعطيكن دول. هلا صاروا اخوتكم العلوية وصاروا اخوتكم الدروز واخوتكم جماعة قسد، وعم تحكوا باسمهم. يعني احكوا بقسم منهم الخاينين يلي مثل حكايتكم، تمام ما بنحكي شي، بس عم تحكوا باسم طائفة معينة، يعني عم تشملوهم كلهم. ما منعيش معكم ايه بال16 2000 جهنم. نحن اصلا ما منعيشكم معنا، واذا عشتوا رح تعيشوا بالسجون طبعا، ما رح تعيشوا بين العالم وتبيعوا وتشتروا وتعملوا. بالسجون مكانكم، يا سجون يا قتل. مين عم بدعمكم؟ اسرائيل. على الله. بيت اضيف هيك معلومة، انتو موجودين على اراضي السورية قبل سيدنا ادم كمان، وقبل الجان. اول تكوين الارض انتو كنتوا موجودين. غيره